القعدة كانت في نادي طلعت باشا اللي بيبص على النيل. أوضة كبيرة وطاولات وكراسي مفروشة بجلد طبيعي، والقعدة كلاسيكية فاخرة بعطور وفساتين وبدل غالية. وبيقطع صوت الناس ده دايما صوت ساعة حائط اللي صوتها مزعج بسبب إنها بتعمل تك تك تخلي الأعصاب تتشد. أما الحكمدار كان قاعد بيسمع وبيسمع وبيسمع. الحكمدار أشهر مقامر بدون هزيمة، راجل وزنه دهب، في إيده كوباية ويسكي ما بتخلص، على طول بيزودها له المساعد اللي وراه. وعادل واقف قدامه بيرغي كتير، عادل اللي لسه لسانه عامل زي لسان الإذاعة، لسان راديو ما بيقفش، وده اللي كان بيخلي الناس تتلم حواليه في النادي عشان يسمعوا حكاياته اللي ما بتخلص، كنوع من أنواع الترفيه وكنوع من أنواع إضاعة الوقت. بس على الجانب التاني الحكمدار كان واضح عليه إنه مش طايقه، مش طايق عادل ده تماما. ده مش بس مش طايقه، ده عايز يقوم يضربه. الكلام اللي في نهايته معروف، هيطلب تبرعات كعادته عشان سداد ديون الفقراء. كمل الحكمدار نظراته لعادل، نظراته كلها كانت احتقار وكلها غضب مكتوم عايز يتوجه له عشان يقرر قرار انه يخلص من صوت عادل ده تماما. بيكمل عادل وصلة الكلام اللي مش بتخلص، بس التوتر بدأ يزيد. مش بس الحكمدار، مع حركة عادل اللي مش بتقف في كل مكان في الغرفة أبدا، بيقطع كلام عادل اللي مش بيخلص راجل معاه ورقة صغيرة وبيقول له اقرأ الورقة دي. عادل بيقرأ الورقة اللي في إيد الراجل وبيشده المكتوب فيها، فبياخد نفس وبيبص حواليه وبيركز. ما بيقراش اللي في الورقة بصوت عالي، وده اللي بيصير في دور الناس اللي حواليه، بيبقوا عايزين يعرفوا ايه بالظبط اللي جوه الورقة. وبيبص الحكمدار وبيقول له انت اكيد بتهزر. الحكمدار بيرد عليه وبيقول له عارف يا عادل، العالم ده واسع بس ضيق جدا مع الناس اللي زيك اللي بياكلوا عيشهم بالدوشه. من ساعه ما شرفت النادي ده وانا بتمنى اشتري حاجتين، سكوتك وثقتك دايما اللي محسساني انك بني ادم زينا، بس للاسف انت يا بني ادم ما بتسكتش وثقتك مش بتقل. عادل بيرد مش هعتبر دي اهانه، بس اللي مكتوب في الورقه ده لو انت تقصده فعلا فانا هنفذه. وهنا الناس بيزيد عندهم الفضول، كلهم عايزين يعرفوا ايه اللي جوه الورقه دي. الحكمدار بيرد وبيقول انت عارف كلمتي، عارف كلمتي كويس، مش بتطلع مرتين. لو نفذت المكتوب في الورقه هديلك نص ثروتي. وهنا الناس بترتبك، ايه هو المكتوب في الورقه؟ عادل بيقطع الارتباك ده بانه بيشرح للناس ان الحكمدار طلب منه انه يسكت لمده سنه مقابل نص ثروته. بيكمل عادل وبيقول طب يا ترى لو نجحت اني اسكت لمدة سنة فعلا هتدفع نص ثروتك؟ بيتنرفز الحكمدار وبيقول له انت يا شيء بتتحداني؟ انت عارف اللي قدامك مين؟ انا اشتريك انت والنادي ده، حتى الهوا اللي بيعدي جواه. وهنا عادل بيرد انا ما اقصدش انك ما تقدرش، انا اقصد هل هتضحي بنص ثروتك مقابل الرهان؟ لو كسبتك هتديني نص الثروة فعلا؟ الحكمدار بكل كبرياء تفتكر انك تقدر تقعد ساكت ساعتين بحالهم على بعض يا بني ادم؟ انت خسران من قبل ما تبتدي. الرهان ده انت مش هتشوف نهايته. بص يا ابني، انت ما شفتش نفسك وانت بتتكلم، انت بتتكلم بسرعة تخلينا تحس انك بتجري من وحش عايز يقطعك. هنا عادل بيبدأ يسخن وبيقول له طب ايه رأيك اني قبلت الرهان وانا متأكد اني هكسب، وتحت اي ظرف هاخد نص ثروتك، بس عاوز ضمان. هنا بيرد مساعد الحكمدار بعد اذن الحكمدار ضمان ايه يا شيء انت اللي بتتكلم عنه؟ لسان الحكمدار يعني عقد. انت متصور ان الحكمدار ممكن يضحي بسمعته عشان شيء زيك؟ العقد بيننا قدام الناس هو كلمة الحكمدار، نص الثروة مقابل سكوتك لمدة عام. وهنا بنلاحظ ان عادل اتوتر بعكس الحكمدار اللي كان وشه مليان غرور وثقة انه هيكسب. وبيكمل الحكمدار وبيقول اتفقنا معاك لحد بكرة، استعد وتعالى هنا. الرهان هيبقى في النادي تحت في الصالة، هجهز لك غرفة زجاجية وهنحط فيها مايكات ومسجل صوت عشان لو لفظت لفظ واحد هتخسر الرهان وهتتحول لعبد عندي بقية عمرك. بيرد عادل وبيقول انه جاهز في اي وقت، مش لازم بكرة. بيرد الحكمدار انا عارف انك مديون وان الديون اللي عليك بتتسدد من تبرعات النادي اللي بتقول انك بتتبرع بها للفقراء، وان الديون اللي عليك تدخلك السجن. وهنا بينفضح عادل وده بيخلي الناس بتغلي، وبيقرر عادل فعلا انه يخش الرهان بسبب ضغط الناس عليه بعد ما عرفوا انه نصاب. الرهان رسميا هيبدا، وبعد ما الناس بدات تبص له على انه نصاب وانه حرامي وسرق فلوسهم عشان يسدد بيها ديونه مش ديون الفقراء زي ما بيقول، بيضطر عادل انه يخش الرهان. بيكمل الحكمدار وبيقول له ميعادنا بكره، لكن بيقطع كلامه عادل المتوتر جدا وبيقول له لا اديني اسبوع وهكون جاهز. وهنا الناس بتخاف ان عادل يهرب، لكن الحكمدار بيكمل وبيقول مفيش مشكلة،
انت جاي مفيش سكة تانية ليك، بس لو خسرت هتبقى عبد عندي، وساعتها بس هتعرف قيمتك الحقيقية. بيمر أسبوع وبنشوف عادل وهو قاعد في الغرفة الزجاجية وبيقرأ كتاب، والرهان بدأ والسكوت مالي المكان. بيقطع السكوت ده صوت الحكمدار اللي بيدخل وبيبص على عادل وبيقول: عارف يا عادل، أنا أول مرة أرتاح في النادي ده. عدم وجودك كنز، المكان هادي والناس رايقة، ده فعلا كنت شيء مقزز. بيبص عادل له بكل ثقة لكنه مش بيتكلم، وبيكمل قراءة في الكتاب، لكن الحكمدار بيحاول يستفزه تاني وبيقول: تفتكر ممكن تقعد لحد امتى؟ ساعتين كمان؟ لا لا لا، خليهم 3، ولا هتجمد زي الرجالة وتقعد يوم واحد صح؟ بيبص عادل وبيقوم يقف وهو ثابت بدون أي حركة، لدرجة إن الحكمدار بيحس بخوف شوية. بيعدي 4 شهور وبيدخل الحكمدار على عادل، بيشوفه نايم وبيفضل يبص لعادل وهو نايم لحد ما بيحس بيه عادل. وقبل ما بيخرج الحكمدار من الغرفة عادل بيكون صاحي، وبنلاحظ إن عادل باين عليه الإرهاق الشديد والتعب، وبيبص للحكمدار بحدة شديدة. الحكمدار بيقطع البصة دي وبيقول له: شكلك متغير، واضح إن أعراض الانسحاب عن الكلام بدأت تراودك. إيه، مش كفاية 4 شهور؟ أنت فعلا نجحت تسكت، بس ما أعتقدش إنك هتسكت كتير. في خبر عندي مهم لازم تعرفه عن زوجتك اللي سابتك بسبب ديونك بفترة. عرفت إنها ماشية مع صديقك إبرام، فلوسه حلوة. المرة الجاية هجيب لك صورتهم هما الاتنين، بس أنا عايزك بس تستحمل الصدمة، لأني عارف إن هي صعبة. يا ريت أخليك مع حد غريب مش أقرب الناس ليك. وهنا مش بيبان على عادل أي مشاعر وبيفضل ساكت، لكن الحكمدار بيقاطع السكوت ده وبيقول له جملة أخيرة: تفتكر مين حضنه أحلى، أنت ولا إبرام؟ بينتقل المشهد هنا للمساعد وهو داخل مكتب الحكمدار وبيقول: حضرتك طلبتني؟ بيرد الحكمدار: ابتديت أقلق، المدة بدأت تخلص والولد ده لسه قاعد في الغرفة الزجاجية، ده بقاله 4 شهور وده ممكن يحفزه إنه يكمل. اللي مطمني إن بدأ يظهر عليه أعراض الاكتئاب والإرهاق النفسي. بيرد المساعد بفكرة شيطانية وبيقول: الشيء ده مش هيقع إلا لو بدأنا نخرجه عن مشاعره، يعني نحاول نشتته عن هدفه. فبيرد عليه هنا بإنه حاول فعلا، لكن الراجل ده أصبح إنسان متجلد. وبيقطع الحديث المساعد وبيقول له: لا، احنا لازم نغير المألوف، يعني مش كل يوم يفضل في حالة السكوت دي، احنا ممكن نستفزه باننا نجيب ناس تتفرج عليه وكأنه حيوان مرمي في قفص، وده هيجننه ويخلي مشاعره تصور، وساعتها ممكن يغلط غلطة وينطق وساعتها يخسر الرهان. بيسكت شوية الحكمدار وبيلاقي ان الفكرة دي حلوة، وبيقرر من جواه انه يطبق الفكرة. وبعد شهر بنلاقي ان الناس بدأت تروح تتفرج على الرهان. عادل حبيس قفصه الزجاجي ومشوه داخليا ومكسور نفسيا، وبيشاور عليه كأنه حيوان. هو ده اللي بيصير فعلا غضبه. عادل بيقوم يقف لكنه مع ذلك مش بيصدر أي صوت. بيبدأ يبان عليه إرهاق منعه للكلام، صرخاته اللي محبوسة جواه اللي مش قادر يعبر عنها أبدا. إحساس صعب جدا إنك عاوز تصرخ لكنك ما بتقدرش وبتقاوم ده. بنوصل للشهر العاشر وبيدخل الحكمدار على عادل. برافو عليك. بيبص عادل اللي شكله اتبدل تماما بسبب التعب والإرهاق الذهني، وكأنه كبر 10 سنين مش 10 شهور. بيقول له: خسرت مراتك وصحتك وشكلك. ليه كل ده؟ عشان تكسب؟ انت كده كده خسران، خسرت كل حاجة عشان شوية فلوس هتتصرف. بيبص عادل بغضب وبيكمل الحكمدار: مراتك خانتك مع 3 رجال يا عادل، لما تخرج هتشكرني اني عرفتك حقيقتها. بيرفع صورتها مع شخصه بيكمل: انت شكلك ما كنتش تعرف ان الست مش بتستحمل انها تقعد بعد الجواز بدون جنس لمدة 3 شهور يا مغفل. اعتقد ان الدور الجاي عليا، انا هجربها، بس كنت عايز اسالك سؤال: هي طعمها ايه؟ حاكم الستات اطعمه. وهنا الحكمدار بيستخدم كل وساخاته عشان يخلي عادل ينطق، وبيوصل لاخر مرحله من الوساخه، وفعلا عادل بيسخن جدا وكان قريب من انه يروح يكسر الزجاج فوق دماغه.
وهنا عادل مش بيقدر وبيروح على السرير وبيقعد وبيحس انه بيكلم شيطان مش بني ادم. الشهر ال11، الشهر قبل الأخير في الرهان. الحكمدار في حالة عكس اللي بيظهر بيها قدام الناس، وهو متدمر نفسيا ومذهول ومرعوب، وبيقول مش ممكن أنا أخسر، مش ممكن أخسر رهان، أنا أكيد في حاجة غلط. وبيقول لزوجته لو عرفوا الحقيقة هيحصل إيه معايا، لو عرفوا اللي حصل ممكن يقولوا إيه، أنا كده هنتهي، هنخسر كل حاجة. فاضل شهر. بيمر الشهر وبيظهر المساعد قدام عادل اللي حاله اتبدل تماما، لدرجة ان المساعد انصدم لما شافه. وبيتكلم المساعد وبيقول عادل، انا جايلك هنا وعارف ان ده ممكن يكون شبه مستحيل بعد ما وصلت للشهر الاخير. عادل، عندي ليك فرصة. حكمدار بيقول انه هيديلك 10,000 مقابل انك تعلن انك خسرت، وبيترجاك انك ما تدمرش سمعة بناها على مدار سنين حياته وسط المراهنين. أنا عارف إن $10,000 دول يسددوا كل ديونك، أرجو إنك تسيب الرهان ده يا عادل اللي بيقرأ الكتاب وبيكمل قراءته وهو بيبكي، لكن المساعد بيكمل وبيقول أنت مش ممكن تكسب، محدش هيصدق، مش لازم تكسب كل حاجة. الحكمدار بالنسبة له الرهان هو حياته، بس الرهان عمره ما كان حياتك يا عادل، أنت أشرف منه، يكفيك إنك تحملت كل الآلام اللي تسبب فيها ليك طول ال11 شهر. وهنا عادل بيرفع ورقة مكتوب فيها أنا خسرت كل حاجة، زوجتي، ديوني زادت، ودخلت هنا بقيت حبيس، أنا مش مستعد أخسر الفلوس كمان. بيعرف هنا المساعد إن الأمر قد حسم، وإن الحكمدار خسر أول رهان في حياته. وبنعرف إن الحكمدار في ناس رهنت على رهانه، وده معناه إنه مطالب بتسديد خسايره كمان، مش بس تسديد الرهان. اليوم المنشود، الباب مفتوح على غرفة ضلمة، والحكمدار قاعد وسط الناس وكأن مستني مصيره الموحش اللي هيخرج من الظلام عشان يلتهمه. واكتر امنية بيتمناها انه يكون حصل حاجة لعادل وما يخرجش من الغرفة، لكن بيبدأ يظهر طيف لشخص غريب، شخص ما نعرفوش. وفجأة بيخرج عادل من الظلام في الميعاد بالظبط الساعة 12، والناس بترتبك من شكله اللي اتغير تماما لدرجة ان احنا معرفناهوش بعد سنة من السكوت. وبيبص بحدة الحكمدار بيبص برعب وكأن الأدوار اتبدلت بينهم. بيقرب منه عادل والحكمدار مرعوب أكتر، خلاص بينهار وبيقع قدام عادل على الأرض من الرعب، وعادل بيمسكه من جسمه. الحكمدار بيرتعش وبيقومه، الحكمدار بيقف قدامه وبيعيط، وفجأة بيقول له جملة هتصدمنا كلنا وهتخلي الموقف يشتعل في المكان. الحكمدار بيرد بجملة هتزلزل المكان حرفيا، عادل، أنا مش هقدر أدفع لك اللي قلت لك عليه، مش هقدر أبدا، أنا معيش فلوس، حتى ال10,000 اللي كنت هديهم لك مقابل إنك تعلن هزيمتك كنت هستلفهم عشان أقدر أدفعهم لك. وهنا الناس بتنصدم في حقيقة الحكمدار، وبينفضح زي ما فضح عادل في الأول، وبيكمل أنا مجرد مقامر بياخد كوميشن على مقامرة على الآخرين، وده شغلي، أنا مش راجل غني ولا عمري كنت راجل غني، ده صيت كونته عشان ألم حواليا المقامرين. وهنا بينصدم عادل وبيمسك فيه وفي رقبته، وبتبدأ الناس كمان تهجم عليه من كتر ما ليها ديون عنده. بس هنا بتستغرب وتقول له يا عادل خلاص الرهان خلص، اتكلم، انت مش بتتكلم ليه؟ الناس عماله تضرب في بعض وبيزعقوا في بعض على الرهانات اللي رهنوها على الحكمدار وعلى كل اللي بيحصل جوه الغرفه ده. بيطفي السكوت ده صوت ورقه بتتكتب من ايد عادل وهو بيرفعها وبيقول انا كملت الرهان ده، لكن كملته بطريقتي. وبيقول جملة هتصدم الناس كلها، أنا ما كنتش هقدر أقعد ساكت طول السنة، كنت عارف إني هتغلب، فقررت أعمل حاجة، قطعت أحبالي الصوتية. وبتنتهي القصة. كده احنا عرفنا لما عادل طلب أسبوع قبل بداية الرهان طلبه ليه. بينتهي الأمر بحبس عادل بسبب ديونه، والحكمدار بيموت متأثر بصدمة عصبية شديدة، ودي بتكون نهاية صفة الجشع والغرور.